السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أسرار المطبخ المصري. النهاردة إن شاء الله هنعمل حواوشي الاسكندراني، بس حاجة كده طعمه جميل جدا جدا، وكمان العجينة هنحط فيها حاجات هتخلي الطعم بتاعها حلو قوي قوي. بصوا من جوه أنا لسه مطلعاه من الفرن. بصوا شكله تحفة تحفة تحفة. الكاميرا مش جايبة كمان الصورة في الحقيقة بتاعته يجنن، وريحته حلوة جدا جدا. يلا بينا على طول نبدأ الوصفة ونقول اتعمل ازاي الحواوشي الاسكندراني بالخلطة بتاعته حلوة قوي. بصوا اهو نشيل الطبقة من فوق عشان نشوف الحشوة حلوة قوي. يلا بينا على طول نسمي ونقول اتعمل ازاي الحواوشي الاسكندراني بكل تكاته وكل تفاصيله. يلا بينا على طول نبدأ ونسمي. بسم الله. عندنا بقى المكونات بتاعت العجينة نفسها. عندي هنا كوبايتين من اللبن وممكن يزيدوا كمان. عندنا كوبايه زبادي صغيره. عندي ربع كوبايه من الزيت، مش كتير، ما تحطيش كتير زيت. وعندنا معلقه سكر، نص معلقه صغيره من الملح، وكمان معلقه خميره. تمام. هنجيب الطبق بتاعنا، هنحط اللبن، المواد السائله كلها، هنحط الزيت، الزبادي، معلقه كوبايه زبادي صغيره مش كبيره، هنحط الخميرة والسكر والملح، وهندوب الأول المكونات في بعض. الزبادي، علبة الزبادي اللي احنا حطيناها دي هتدي طراوة جامدة جدا معاكي للرغيف وانتي بتاكليه. هننزل بقى شويه شويه بالدقيق. الدقيق مفتوح معاكي زي ما اتعودنا احنا. الدقيق ما بنتحكمش فيه، لان هو فيه دقيق بيشرب سوائل وفيه دقيق لا. في اي معجنات، في اي حاجه لازم تخلي بالك ان الدقيق ما تحطوش مره واحده. هنشيل بقى المعلقه ونستخدم ايدينا. وانا شغاله بايديا حاسه العجينه عايزه كام دقيقه. عندنا بقى العجينه. بصوا بعد ما خمرت طبعا عجنتها كويس قوي وسبتها تخمر عشان ما تطولش عليكي. ننزل كده، هنهبط العجينه بتاعتنا، والعجين ما يبقاش مقفول، يعني عجينه كده لينه زي ما انت شايفاها. ننزل بقى العجينه كلها. بصوا طريه ازاي عشان تبقى اللقمه معاكي طريه ما تبقاش ناشفه. هنقسم بقى على قد الرغيف بتاعنا. الكوره هنقسم 2 للرغيف، تمام، كورتين
للرغيف. انا حاسه الرغيف صغير، فهناخد بص العجينه بتلزق، انا عايزاها بتلزق مش عايزاها مكتومه كده اهو. قلنا كل 2 رغيف حواوشي. ريحتها حلوه قوي عشان الزبادي واللبن اللي اتحط فيها. كده كورتهم طلعوا 5 رغيفه كبار ورغيف صغير. تمام، هنعمل بقى ايه؟ نفردهم اللي احنا عملناها في الاول. مش هنكتر دقيق. على فكره العجينه خدت كيلو دقيق، تمام، عشان ما قلتلكمش على الدقيق خدت كام. تمام، وانتي بتلفي العجينه بصي بتمشي معاكي حلوه قوي عشان مرتاحه طبعا وواخده التخمير بتاعها. بس هنسيب نفسنا كده كده. تمام، هندي بقى دهنه سمنه عشان انا حاسه الماده الدهنيه بتاعت اللحمه نفسها خفيفه، يعني نسبه الدهن خفيفه بتاعتها، فهنديها دهنه سمنه كده عشان برضو تدي دسم معانا للرغيف. هنحط بقى الخلطه بتاعتنا اللي احنا ضربناها في الكبه. من جوه لبره ريحتها تحفه. انا بيتها في التلاجة على فكره ليله كامله، ريحتها تجنن بالبهارات بتاعتها بالحاجه اللي جواها. نعمل الحته التانيه بتاعت الرغيف الوش التاني اللي فوق. مش عايزه برضو احط دقيق كتير عشان يلزق معانا. بصي لما تيجي تعملي الرقاق الاولاني اللي احنا عملناه ما تعملوش على الرخامه، حطيه في الصاج اللي انت هتحطيه في الفرن، عشان دي غلطه. ما ينفعش ان انت تشيلي من الرخامه وتحطي على الصاج. تمام، هوريكم دلوقتي. يلا هنحطها بقى على الوش التاني. هنا انا حطيت الرغيف على الصاج نفسه، دهن الصاج ماده دهنيه سمنه. بصوا انا عملت ده الاول اهو علشان ده اللي احنا عملناه على الرخامه، بس شلته الحمد لله، ربنا ستر. فالتاني لازم تحطيه على الصاج الاول العجينه، وبعد كده هحط عليها الحشوه. تمام، هنقفل بقى الجناب كده في كل الجناب. معلش اسفه على المنظر بتاع الايد اللي كله دقيق، عشان انتوا عارفين الحاجه اللي فيها دقيق لازم كل الدنيا تتبهدل. تمام، هجيب الطرف ده اهو بعد ما قفلتها
هتني لتحت. تمام، انا مش عايزه اعمل الحواف بتاعت فوق، همسك كده واتني لتحت. علشان عايزاه رغيف رغيف. طبعا احنا حاطين الحشوة مش على الطرف. هلف كل الطرف لتحت. تمام، وهساوي الدايرة بتاعت الرغيف، وهضغط اساوي بقى الرغيف كده من فوق. احاول ان انا ادوره زي الرغيف بالظبط، وبرده مش هضغط قوي لان انا مش عايزاه رفيع. كده تمام، حلو قوي. بصوا ادي رغيف وادي رغيف اهو تاني. تمام، هكمل بقى بقيه الكميه ونرجع هنشوف هنعمل فيهم ايه قبل ما ندخلهم الفرن. كده خلصنا كل الكميه بتاعه الحواوشي. هنبتدي بقى بشوكه عندنا هنشوك الرغيف كده من فوق عشوائي. تمام، عشان انا مش عايزاه يبقى منفوخ. شوكي كده في كل حته. تمام، عندي بقى بيضه حطيت عليها ملح وضربتها. هدي دهنه بسيطه من فوق مش كتير، علشان بس الوش يحمر معايا. عندي حبه بركه، هدي بس رشه بسيطه من فوق. عندك سمسم، عندك حبه بركه، عندك اي حاجه، بس حبه البركه مع طعم الحشوه تحفه جدا. مش هدي كتير عشان برضو الوش ما يتخفيش من فوق. وحبه البركه صحيه جدا للولاد، وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي. تمام كده الرغيف جاهز يخش الفرن، وهنكمل بقى بقيه الكميه ونشوفهم بعد التسويه هيبقى شكله عامل ازاي. بصوا بقى الحواوشي طلع معانا من الفرن، وفتحت لكم واحد سخن جدا على فكره. بصوا اللحمه فيه وشكله يجنن، شكله حلو قوي قوي قوي، وطري ومقرمش من بره في نفس الوقت. يا رب يكون نال اعجابكم الفيديو بتاع النهارده، واستنوني فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله، واترككم في رعايه الله. بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وننزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.